انا كماركتنج او حد عايز ان انا ابتدي اهتم بالمشروع بتاعي، ليه لازم اكون فاهم في التصوير وبعرف اصور؟ بص الاجابه باختصار شديد جدا هديها لك في مثال. دلوقتي تعالى نفترض ان انت معاك الكنكه دي، تعالى نفترض ان هي اول ما جت ان انا عايز ابيعها، فدلوقتي قررت ان انت تصورها عشان تبيعها، فرحت الترابيزه عندك ونضفتها كده اي حاجه، وقمت جاي حاطط عليها الكنكه وابتديت ان انت تصور فيها، فصورتها اول صوره وركنتها على جنب، وبعدين جيت على نفس الترابيزه وقررت ان انت تحط على الترابيزه دي مثلا قماشه بيضه، بعدين قررت تحط كنكه، فحسيت ان انت محتاج ديكور اكتر، فمثلا انا حطيت ورد كده من الجنب، بعد ما حطيت ورد من الجنب حسيت ان انا محتاج حاجه، فعملت كوبايه قهوه وحطيتها كده بفنجان شكله كويس يدي شكل. لو انت بتدور على الانستجرام او على الفيسبوك وانت بتقلب كده ولقيت واحد منزل الصوره دي وكاتب عليها للبيع ب 10 جنيه، وحد تاني منزل الصوره دي وكاتب عليها للبيع ب 20 جنيه او بنفس السعر او اعلى او اقل، هل هتحب تشتري المنتج من الصوره دي ولا هتحب تشتري صوره من المنتج التاني؟ انهي فيهم اللي تحس ان هو حد بروفيشنال، وانهي فيهم هتحس ان هو حد ثقه كده ان الصوره بتاعته هي معبره عن المنتج اللي انت حاسس فيه، وانهي صوره من دول هتحس انك مستعد تدفع فيهم اكتر؟